السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناة فاطمة الزهراء. عواشركم مبروك، يدخل عليكم رمضان بالصحة والعافية والهنا يا ربي. اقتراحي لكم اليوم هو هذا الرايب المنزلي اللي كيجي رائع أكثر من رائع، كيجي عاقد ومذاقه روعة روعة. فقط بقاو معايا ندوزو المقادير وطريقة التحضير. بالنسبه للمقادير البنات، احتاجيت ايطرو ديال الحليب، واحد دانون فاني، واحد ساشي ديال الزا، وهذه نحتاج حتى 4 المعالق كبار ديال السكر حبيبات. هنا البنات غادي نبدا ايطرو نديرو في كاسرون، وغادي نديرو هذه المرحله الاولى غادي نديرو فوق النار. كنأكد على البنات ما تخليوش الحليب يغلي، يطلع داك الغليان فقط يدفى. البنات هذه راه مرحله مهمه، خاصو غير يدفى، الا مشى حتى غلا راه ما غاديش يصدق معاكم، ما غاديش يريب لكم داك الرايب. صافي تما خليته كيدفي، وداك نص ايطرو اخر ديال الحليب درتو في كاسرونه، وغادي نزيد عليه الزا، نزيد عليه واحد هادي الزا بيضه، ونزيد عليه دانون ونخلطهم مزيان. من الافضل البنات ما تستعملوش الطحانه الكهربائيه، فقط غير بهذا اليدوي. الا درتوها في الطحانه ما غاديش يطلع لكم، ما غاديش يجي زوين، وما غاديش يعقد لكم. هادو راه من الاسرار البنات ديال النجاح ديال الرايب. جربوها وما غاديش تندموا. انا عطيتكم الوصفه كما هي، معتمده عندي من زمان وزمان، ما كنبدلهاش وما كندير حتى شي اضافات من غير هذا الشيء، وكيجي روعه روعه. جربوه على ضمانتي وغيصدق معكم، واخا تكوني اول مره غادي تكوني جربتيه. صافي البنات، هنا كما كتشوفوا هذا راه الحليب بارد، زدت عليه دانون والزا، وغادي نزيد حتى سكر حبيبات. صافي ونخلطو مزيان بما دفى ليا هذاك نص لتر الاخر اللي حطيت فوق العافيه. كما كتشوفوا حركوا مزيان تتاكدوا باللي تجانسوا داك دانون والحليب وكذا، تجانسوا مزيان. ونستمر بهذه الكيفيه، ولا وصلتوا حتى لهنا عافاكم ما تنسونيش بواحد جيم وكومونتير محفز. هنا كنتاكد باللي راه الحليب الاخر دفى، كنقيسو هكا شويه بصبعي باش نتاكد راهو صافي غير دافي، ما يكونش طايب. صافي وغنهزوه، هادي نزيدو نكبو على داك الحليب الاخر الاولاني، يعني غنكبو هذاك الحليب الدافئ على الحليب البارد غير بشويه، وحنا كنخلطو مع بعضياتهم كما كتشوفوا. صافي البنات، هنا راه كيكون هو هذا واجد. فقط غادي نجيب الكيسان اللي غادي ندير فيهم اللي غندير فيهم الرايب، ولا اي حاجه كل واحد فين كيبغي يدير التقديم. وكاين اللي عنده الكيسان خصيصا ديال هذا الرايب تيجيو زوينين هذوك، فهمتي تيحتفظوا بهم حتى الا بغيتي ديرهم في الثلاجه ولا اي حاجه. صافي البنات، هنا كبيتو في هذا الكاس الكبير باش يسهل عليا نعمر الكيسان هاك. وفي هذا الاثناء راني دايره الماء باش يغلى مزيان. ضروري البنات يكون الماء غليان غليان مزيان، طالعه فيه السبوله ديالو باش يصدق لكم. وما تخافوش من الكيسان يعني زعما يتهرسوا لكم ولا شي حاجه، راه ما توقع لهم حتى شي حاجه. صافي هنا غنعمر الكيسان ديالي، انا خرجوا لي 7 الكيسان في هذاك ايطرو ديال الحليب، عطاني 7 الكيسان ديال الرايب. صافي غنستمر بهذه الكيفيه، جربوها البنات ما غاديش تندموا. وطريقه الاحتفاظ البنات على الاقل 8 السوايع، ومن الاحسن يبات ليله كامله باش تيجي عاقد مزيان وتيجي ناجح 100%. صافي هنا عمرت الكيسان ديالي وجدتهم، والماء عندي راه واجد. غادي نهز، خاصكم ضروري شي كوكو تكون كبيره اللي تهز لكم الكيسان كاملين. انا عندي هذه خصله كبيره بزاف، هي كتهز ليا تتهز ليا الكيسان كاملين. غادي نكب داك الماء اللي غليان، راه غادي تشوفوا كاع تطلع التفويره ديالو غليان يعني. وحاولوا، انا كنكب الماء هو الاول عاد تنحط الكيسان باش الماء ما يقيش لكم الرايب. ضروري البنات ما تخليو ما يقيس، تخليو الكيسان ما يقيسش الماء، ما يقيش لكم الرايب ديالكم عفوا. صافي هكا كنستمر. هانتوما البنات كما كتشوفوا غنحطهم في الكوكوط ونسد عليهم ونغطيهم شي كاشه صغيره ولا اي حاجه عندكم. وكما قلت لكم خليو على الاقل 8 ديال السوايع باش يجيكم واعر وعاقد. وما تخافوش على الكيسان على حساب الماء، زعما سخون بزاف ما يوقع لهم والو. هانتوما كما كتشوفوا. صافي غنسد على الكوكوط وغندير لها الصفاره ديالها ونخليها تتوجد، وهكا تيكون
وصلت معاكم لنهاية الفيديو، وهذه هي النتيجة ديال الرايب ديالي اللي تيجي روعة روعة. جربوه ما غاديش تندموا عليه، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إلى فرصة أخرى إن شاء الله وفيديو آخر، وعواشركم مبروكة.